انا ست ب100 راجل. ايوه زي عنوان الفيديو كده بالظبط. انا هقول لكم ليه انا ست ب100 راجل النهارده، وهتشوفوا كله على الطبيعه، كل حاجه في اخر الفيديو ان شاء الله. هتشوفوا كل حاجه انا بعملها، وانتوا هتقرروا اذا كنت انا افضل من ناس كتير وب100 راجل ولا لا. اولا في ناس بتستسلم، في رجاله مفيش شغل والحياه صعبه والحياه واقفه والكلام ده كله. في شباب طالعه، لا انا عايزه اسافر، لا انا عايزه اشتغل بره البلد، ما فيهاش شغل، ما فيش حركه. الكلام ده كله بيحصل مع الشباب اليومين دول، واغرب الناس انا عارفه الكلام اللي بقوله لكم ده على ارض الواقع. بشوفه مع الشباب حواليا، بشوفه مع الستات اللي عايزه تشتغل ومش لاقيه و... ومش لاقين شغل والكلام ده كله. انا ابتديت ب50 كتكوت، يعتبر ابتديت ب50 كتكوت ابيض، وكنت بتعلم فيهم لسه، وما كانش لسه ايه، ما كنتش اعرف حاجه في موضوع الربايه، بس اتعلمت. بعد ما اتعلمت ابتديت انزل العدد تاني، اعداد اكبر، كتاكيت بيضه بقيت انزل واتعلم في اعداد اكبر. ما شاء الله العدد عندي ما شاء الله بيجي ايه، يزيد يوم عن يوم، او دوره عن دوره. وبقيت اتعلم خطوه بخطوه، ولغايه ما عرفت السوق، لغايه ما عرفت ان التاجر ممكن اجي مثلا اربي دوره بلدي، التاجر ياخد حقها كله يعتبر. بس وبعد كده ايه، اديكم شايفين يعني انا عندي الطيور ما شاء الله. مشروعي ده هو اللي خلاني ابدا المشروع اللي انا هدخلكم فيه دلوقتي، وهوريكم ايه ازاي عملت من مشروع لمشروعين. طبعا ايه بهدلت التجار وحرام ان انا اجي ابيع ب70 جنيه وانا تعبانه طول الدوره، وبعد كده نقول المشروع فشل. والمشروع ما فشلش يا جماعه، دي بتبقى اطماع ناس طمعانه في شجا ناس، وده اللي بيحصل. انا ما يئستش، مره على مره بقيت الاقي الموضوع كده، قلت لا ما يأس، احاول افكر في فكره تاني. بعد سنه واتنين فكرت، وابتديت ان انا اعمل جروب واشتغل واطلع على ايدي الفراخ والبط، بس برضو الزبون عايز زي المحل، وكان يقول لك لا انت محتاجانا والكلام دوت، لا ده انت تاخدي اقل من المحلات كمان، علشان كان بيحس ان انا ايه، يعني الدورة لازم اطلعها كلها. لما كنت شغالة على الفراخ بس فكرت ان انا اشتغل زي ما انتم شايفين كده. انا عندي جميع الطيور مربياها بلدي، على ابيض، على بط، على حمام، كل حاجة بربيها، على رومي. دي اجزاء ايه من الشغل بتاعي. بعدين فكرت ان انا اشتغل في حكايه الاكلات البيتي والتفريزات. ليه ما طلعش انا من التفريزات دي الفراخ تفريزات للعملاء والكلام ده كله. ابتديت ان انا اطلع تفريزات واعمل على ايدي، لان انا شاطره كمان في المطبخ. يعني بقيت اطلع على ايدي شغل التفريزات كله، اذا كنت اعمل شيش، اذا كنت اعمل بانيه، اذا كنت اخد الفراخ واعمل منها شاورما. كل ده كنت بعمله، ودخلت لحوم مصنعات، يعني اعمل مثلا كبده اسكندراني، كبده بانيه، اعمل كفته رز. بقيت ابتديت ان انا ايه اشتغل واوسع الجروب بتاعي من على الصفحه. عملت صفحه فيس ووسعت وكبرت والناس عرفتني. زي ما انتم شايفين يعني ما شاء الله. ابتديت ان انا ايه، هوريكم دلوقتي في اخر الفيديو، هتشوفوا كل حاجه دلوقتي. الشغل بتاعي اللي مشيت فيه واللي ابتديت فيه لغايه اخره، لغايه ما انا ماشيه فيه دلوقتي. الاكلات البيتي طبعا نزلت بقى خلاص، الناس طلبت مني طب ما تدخلي لنا اكلات بيتي، طب ما مش عارفه ايه. ابتديت بقى زي ما انتم شايفين كده اعمل بقى وجبات. ما شاء الله. بقيت اعمل كده الفراخ بتاعتي، اعملها وجبات، اطلع منها على كفتة سيخ، على مكرونة، على، انا ما بستسلمش. يعني بصوا يا جماعة الشغل بتاعي ما شاء الله ما بيقعدش. انا سواء اذا كانت الرباية البيتي، الطيور، او الاكلات البيتي، ما شاء الله الله اكبر. الاستسلام وحش، انا ما اقعدش واقعد واستسلم والشباب اللي بتقعد تقول انا هسافر والكلام دوت، وانا مفيش شغل ومفيش حركه، والرجاله تقول ما الحياه صعبه ومفيش. لا انا ممكن اكون موظف وعامل مشروع جنب بيتي، جنب وظيفتي في بيتي. ممكن اكون شغال بره، او لو انا شاب اعمل مشروع. لو انا مش عايزه اشتغل عند حد اعمل مشروع وامسكه من الالف للياء
واعمل ده كله شغلنا يا جماعه. شايفين ما شاء الله كل التفريزات دي من شغلنا، كل الاكلات البيتي دي كلها دي شغلي. ابتديت ما شاء الله الحياه يعني الحمد لله بجد ابتدت يعني ايه تبقى احسن. الاستسلام وحش، ان انا اقعد واحط ايدي على خدي واقول انا محتاجه او انا عايزه كذا من حد او محدش عطاني او مفيش شغل او مفيش حركه والكلام ده كله، يبقى انا كده بستسلم للامر الواقع وبستسلم، وبكده مفيش شغل ولا في حركه هتيجي ولا في اي حاجه. يبقى هقعد واحط ايدي على خدي وهفضل محلك سر زي ما انا. لا، افكر واقعد كده ايه اشغل دماغي واحرك نفسي، وهلاقي والله العظيم الخير، هلاقي شغل، هلاقي حركة. ما اقعدش استسلم، ما اقعدش على القهوة، ما اقعدش احكي مع ده واضيع وقت واحكي مع ده. لا بالعكس، اشغل دماغي في شغل، في لقمة عيش. كل ما هفكر او كل ما هركز هفكر اكتر وهطلع بنتائج احسن. زي ما انتوا شايفين كل ده شغلي يا جماعة، كله ده شغلي عاملاه وبراند بتاعي وكل حاجة عاملاها مظبطاها. وغير اديكوا شفت الطيور في الاول ما شاء الله، يعني بطلع الحمد لله بكسب كويس جدا ما شاء الله، الله اكبر. بعد ما كنت يعني عندي حالة يأس من موضوع الفراخ والفراخ البيتي والكلام ده كله، ما كانش فيه اقبال عليها برضه قوي، وكنت مع التجار وبخسر. لا والله العظيم الموضوع اتغير 36 درجة خالص، اتغير خالص. يعني بيجي ما شاء الله الدنيا مشيت معايا الحمد لله. الموضوع حلو جدا. اشتغلوا يا جماعة ما تيأسوش. الشغل كتير والحركة والرزق هيجيلكوا وانتوا شغالين، وانتوا بتفكروا وبتركزوا في شغلكوا هيجيلكوا الرزق الحلال، وهتوسعوا في شغلكم. ما تيأسوش ومحدش يقعد يحط ايده على خده ويقول انا ما عنديش ولا الكلام ده كله. لا، احنا بنتحدى نفسنا، احنا لينا احتياجاتنا، لينا لب، احنا لازم نقف على رجلنا. زي ما انتوا شفتوا كده ده شغلي من الاول للاخر. حبيت ان انا النهارده كده اشارككم واقول لكم ايه حكايه ان انا اسست ب 100 راجل. يا ريت الشباب كلها تقوم وكله يعمل، والستات، وباذن الله ربنا هيكرمنا كلنا كده من اوسع ابوابه، ويرزقكم يا رب الخير كله. يا رب كده الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش لو انتوا اول مره تدخلوا القناه ما تنسوش الاشتراك، هتستفيدوا كتير. وما تنسوش لو في اي تعليق او استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم واقول لكم ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.